السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زي ما عودتكم دايما رشا الغفير من قناتي وصفحتي جربها مع بنت الغفير. أكيد كلكم بتسألوا إيه حكاية القلة دي وبكسرها ليه وبعمل فيها كده ليه. القلة دي كانت كده كده هتترمي عندي وكانت اتكسرت، ما كنتش بستخدمها فلقيت لها فكرة. لو عايزين تعرفوا الفكرة وأنا استخدمتها في إيه تابعوني في الفيديو علشان تعرفوا أنا استخدمت القلة دي في إيه وإيه قصة القلة دي. تابعوني. تمام. دي القلة يا جماعة، ودي الفكرة اللي أنا عملتها فيها. عملت من القلة المكسورة اللي كانت هتترمي عندي فخارة طبخت فيها طاجن حلو جدا بالسجق. بالمناسبة يا جماعة، مش الأتراك بس اللي بيطبخوا في الفخار، المصريين زمان كانوا بيطبخوا في الفخار، بس ظهور بقى الحلل والحاجات دي خلت الموضوع ده اندثر وما بقاش موجود. بالمناسبة كانت جدتي الله يرحمها عندها حاجة شبه القلة دي، كانت مسميها محلب أو محلبة، كانت بتعمل فيها بتدمس فيها الفول. أنا عملت الطاجن بإن أنا جبت القلة زي ما انتم شايفين كده، كسرتها بظهر الشوكه بتاعتي، شوكه تكون تقيله، وبعدين جهزتها ان انا اعمل فيها الطاجن. طبعا القرون دي كان لازم اشيلها علشان اقدر اقفلها كويس لما اجي اسويها. بظهر الشوكه كده رحت خبطها خبطتين، راحت معموله معايا بسهوله جدا. هبتدي بقى اجهز الطاجن اللي احنا عملناه، وبالمناسبه كان طعمه حلو قوي واحلى مما كان يتحط في صينيه في الفرن او على البوتاجاز. هنا دي صينيه او طاسه حطيت فيها شويه زيت، وده نص كيلو سجق. بالمناسبه السجق ده مش سمين، علشان كده انا حطيت شويه زيت. تمام. وكمان عشان ما يلزقش مني في الطاسه وانا بعملها. لكن لو انت بتعملي في قلب في طاسه تيفال مثلا، وليكن في جرانيت او سيراميك، ما تحطيش زيت كتير، حاجه بسيطه جدا. بالمناسبه دول كانوا معلقتين زيت بس مش كتير، علشان كمان وانا بحط بقيه الخضار يتشوح مع الحاجات دي كلها. هديله تشويحتين كده، وبعد كده هبتدي انزل عليه بفلفل. كنت مقطعاه قرنين فلفل حامين، وده على حسب الذوق يا جماعه، عايزينه بارد حطوه بارد، دي على حسب ما بتحبوا. وده حوالي نص كيلو بصل قوارمه انا كنت مقشراه ومجهزاه اهو زي ما انتم شايفين. مش عايزين البصل مفيش مشاكل، انا بحبه كده جدا، بيبقى طعمه حلو. انا نفسي بنقي البصل وبسيب السجق عادي، بيبقى طعمه حلو جدا، بيبقى واخد من طعم السجق. هنزل بفصين توم مدقوقين زي ما انتم شايفين كده، هشوح. تمام. وهكون مجهزه حوالي مش كتير، حوالي ربع كيلو طماطم، مش اكتر من كده، عشان لما يكون طماطم كتير بيبقى طعمه مش قد كده. هنزل بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود وشويه كبابه صيني صغيرين، وهنزل بقى بالطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط على الحاجات دي كلها. وده الملح طبعا ما ننساهوش. انا هنا فرمت الطماطم، هنزل بها بيها فوق الحاجه، وهسيبها تغلي غلوتين على النار. في الاثناء دي هبتدي اجهز العجينه بتاعتي، ولتكن مثلا كوبايه دي واحده مش اكتر من كده، مش هنحتاج اكتر من كوبايه يا جماعه، وهنعجنها عشان تلحق ترتاح. دي كوبايه دقيق واحده مش اكتر زي ما قلنا. الكوبايه دي اللي هنقفل بيها الفخاره من فوق علشان نعمل زي عمليه ضغط كده، كأن احنا بنعمل يعني عشان نكتم البخار جواها. وادي عملنا ربع كوبايه ميه مع كوبايه الدقيق وشويه زيت صغيرين وشويه ملح هنحطهم مع الدقيق، لان العجينه دي بتقرمش جدا وبيبقى طعمها حلو قوي. بالمناسبه يا جماعه، الفكره دي جات لي وقلت اعملها واصورها، والله نفعت كان بها، ما نفعتش خلاص يبقى كفى الله المؤمنين شر القتال، ومش هحط لكم حاجه خالص على القناه احتفظ بيها لنفسي. لكن الحمد لله والله كانت تجربه ناجحه جدا، واتمنى تقولوا لي رايكم وتقولوا لي عجبتكم التجربه ولا لا، واكرر حاجات من دي كتير ولا خلاص كده بلاش. وقولوا لي يا رشا كده في التعليقات، مش عايزينك تخترعي ومش عايزينك تفتكسي ومش عايزين جديد، عايزين الحاجات التقليديه، وانا ان شاء الله اخد بكلامكم. انا هنا اهو بعجنها زي ما انتم شايفين، هسيبها ترتاح بس 10 دقايق على بال ما السجق يبتدي. هنا ارتاحت على بال ما السجق ان هو يكون اخد غلوتين على النار. انا هنا ده نص كيلو برضو بطاطس من هي البيبي الصغيره. البطاطس البيبي يا جماعه لما بناخدها نحطها في اكله بتاخد وقت طويل على النار، ما بتتهريش، بتحتفظ بقوامها، ما بتتهريش معانا. لو عايزين البطاطس تبقى دايبه كده ومهريه، تقدروا تستخدموا البطاطس الكبيره، تقطعوها مكعبات كبيره زي ما انتم شايفين كده، بس للامانه هي بتتهري لو اتحطت في حاجه زي كده، لكن دي بتاخد يعني ايه، بتستحمل النار. هنا بعد ما غليت على النار زي ما انتم شايفين كده، هبتدي انا نسيت اقول ان انا حطيت كمان كوبايه ميه على السجق علشان خاطر دي اللي هتسوي البطاطس. هنزل بكل الحاجات دي كلها فوق البطاطس زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا زروت الدنيا زي ما انتم شايفين، كان المفروض اوسع حل القله بس ما جاتش في بالي، انا عملتها في اكله تانية ان شاء الله هنزلها لكم قريب، وكان طعمها احلى بكتير من المره دي، بس اكله تانية خالص، يعني اكله هتعجبكم ان شاء الله، هنزلها لكم قريب بعد الفيديو ده بمشيئه الله.
هبتدي انزل بكل حاجه بقى، البصل بتاعنا والسجق بقى والفلفل وكل حاجه، والصوص ده بقى احاول انزل بيه كله فوق السجق، علشان خاطر ده اللي هيسوي لي البطاطس زي ما قلنا. وحاولوا على قد ما تقدروا الصوص ما يوصلش ما يبقاش اكتر من 3/4 الحاجه دي، علشان لو لمس العيش هيخلي العيش يهبط ومش هيبقى حلو، اللي هو العجينه اللي فوق دي، وممكن يدلدق وهتبقى الدنيا مش حلوه خالص. فحاولوا على قد ما تقدروا ما تبقاش الصوص او الحاجه دي كتير، تبقى يا دوبك كده 3/4 الحاجه. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. احاول بقى انزل بمعلقه كده او بحاجه كل الصوص ده لتحت زي ما انتم شفتوا، انا نزلته اهو. هبتدي بقى امسح كل الزروطه اللي انا عملتها دي، وبعدين ابتدي بقى اجيب العجينه واشوف هنعملها ازاي. اهو مسحنا الزروطه اللي احنا عملناها. هبتدي بقى اجيب العجينه وهفردها فرده خفيفه جدا، مش هفردها بقى كاني بفرد عيش، لا انا عايزاها تخينه، عايزاها تقفل لي كل البخار ده وتحتفظ بيه جوه في قلب الفخاره، علشان الاكل يستوي يبقى طعمه حلو قوي، وكله يمتزج بقى مع طعم بعضه، وكله ياخد من بعضه، يعني البطاطس تاخد من السجق، والسجق ياخد من البصل، والبصل ياخد من السجق، وكله والفلفل وكله يدخل في طعم بعضه. هندخلها الفرن، هنحطها على صاجة الفرن مش على الشبكة، يعني هتبقى في قاع الفرن مش على الشبكة. هتقعد ساعة ونص تقريبا. وهي كانت في الفرن طلعتها دهنتها شوية لبن كده، وحطيت عليها شوية كمون. الكمون لما اتحمص كان طعمه حلو قوي، بس للأسف أنا حطيته بدري شوية فاتحمص زيادة عن اللزوم. لكن لو هتعملوها انتوا يبقى قبل ما تخرج من الفرن بنص ساعة. احاول اطلعها زي ما انتم شايفين كده، افتحها. هي كانت ناشفة، بس الميزة بقى في انها كده انها كانت مقرمشه جدا. لو عايزين تحطوا خميره في الدقيق مفيش مانع، انا بعملها كده ما بتستاهلش بصراحه خميره، بتبقى طعمها حلو جدا ومقرمش، بتبقى شبه الايه معرفش، بيبقى طعمها حلو جدا. عموما ولادي كانوا واقفين ورايا، العيش اللي بيطلع كانوا بياخدوه اول باول زي ما انتم شايفين كده اهو، بيطلع بسهوله، بس البتاعه كانت سخنه جدا واتلسوعت الحمد لله. اهو زي ما انتم شايفين بقى، هبتدي بقى اطلع من قلب الفخاره واشوف بقى مصانعه يدي، واشوف الدنيا عامله ايه جوه. الريحه والله يا جماعه كانت تجنن، كانت قلب البيت. يعني انا في العادي بعمل السجق احيانا في ورقه واحيانا في طاجن، بس كان مع القله كان طعمه حلو جدا، الفخار ادى طعم للاكل كده، كان حلو قوي قوي يا جماعه. هنحاول بقى نطلع اللي في القله زي ما انتم شايفين كده. انا اضطريت بقى اجيب حاجه اشيل بيها القله علشان انزل الحاجه زي ما انتم شايفين. اتلسوعت طبعا وقع على ايدي واتلسوعت، وكانت ليله حلوه قوي بصراحه يعني. هبتدي احاول اشيل شويه علشان اوسع السكه لبقيه الحاجات التانية، لان كانت جيت انزل فكله نزل مره واحده فسد الفتحه بتاعه القله. هوسع السكه كده للحبه الباقيين، وانزل بقيه الحاجات اللي جوه، البطاطس بقى والسجق والفلفل والبصل القوارمه. اهو زي ما انتم شايفين البطاطس يا جماعه نازله اهي ماسكه نفسها ازاي. دي علشان استخدمنا البطاطس الصغيره، لو عايزينها بقى مهريه بقى ودايبه كده تقدروا تستخدموا البطاطس الكبيره وتقطعوها مكعبات كبيره هتدوب. لكن البطاطس البيبي دي بتاخد وقت على فكره يا جماعه في الفرن، علشان كده اللي هو سلو كوكينج او الطبخ بالبطيء بيحتاج النوع ده من البطاطس، ما بتتهريش، تبقى محتفظه بقوامها وطعمها حلو قوي. هننزل بقى بقيه اللي في المغاره اللي جوه دي اهو لسه فيها. هننزل بقى زي ما انتم شايفين. والله يا جماعه بدون مبالغه كان طعمها حلو جدا. انتوا عارفين ان انا مش بجيب لكم اي وصفات، وما كانتش الوصفه 100% ما اقدرش ابدا انزلها لكم علشان ما افقدش الثقه اللي انا بنيتها عندكم. بالمناسبه قولوا لي في التعليقات لو كانت الفكره حلوه ولا لا، وبرده لو مش حلوه والله انا بقبل النقد عادي، هضربكم مش هعمل حاجه تانية بصراحه. طعمها كان بصراحه مش قادره، انا كنت جعانه جدا ومش قادره امسك نفسي، كلت نص الصينيه دي على بال ما خرجت بره للولاد. ده غير ان العيش هم نسفوه، انا ما لحقتليش غير حته صغيره بس. اهي الاكله دي شتويه من الطراز الاول، حلوه جدا. ده طلع كمان لسه فيه، ما شاء الله بتاع دي فيها البركه يا جماعه والله. بالمناسبه انا في فكره عملتها جديده كده، يا رب تعجبكم ان شاء الله. طبعا لازم ياكل ان انا نزلت جزء كده في اخر الفيديو من غير مونتاج، عايزاكم تشوفوه وتقولوا لي رايكم، هل اكرر التجربه ولا ما اكررهاش. ده العيش اهو يا جماعه. بالمناسبه قبل ما تمشوا ما تنسوش تعملوا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تسيبوا كومنت تقولوا لي رايكم، وهسيبكم بقى مع الجزء اللي من غير مونتاج وتقولوا لي فيه رايكم. من هنا اهي لبره كده اهي شايفين
طبعا انت عايزين تسيبوها. والله حلوه جميله ولذيذه بنت حلال اهي. اهي انا بصي بقت بقرون. بصي والله بقت جميله ولذيذه اهي. اهي وده هستخدمه. هاتي لي مكسوره خالص اللي مش نافعه. تمام. بنقري شوكه زي دي اهي، كسرنا بيها تقدر اهي كده بس خلاص اهي. اهي 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 شايفين